بقيادة الرئيس الأخ محمود عباس أبو مازن وبمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ونجدد الالتزام بوحدة القرار الفلسطيني ورفض كافة محاولات الإضعاف أو التشكيك بشرعيتنا الوطنية. كما نقف اليوم بكل فخر واعتزاز دعما لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المؤسسة الإنسانية الوطنية التي شكلت وما زالت خط الدفاع الأول عن صحة وكرامة أبناء شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية رغم الظروف الصعبة والتحديات المالية والإنسانية المتراكمة. نؤكد من هنا أن استهداف الشرعية الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني هو استهداف للشعب الفلسطيني بأكمله. ونؤكد اليوم رفضنا القاطع لأي محاولة لشطب أو تهميش دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، لأنها ليست مؤسسة إغاثية بل عنوان قانوني وسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين وشاهد حي على جريمة التهجير وحق العودة. إننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين واستمرار وضمان دعم الأونروا وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية بما يخدم صمود شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة. إن الحفاظ على هذه المؤسسات هو حفاظ على حق اللاجئ في العلاج وفي الحياة الكريمة وفي الصمود إلى حين تحقيق العودة إلى وطننا الحبيب فلسطين. من هنا ومن قلب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية نرفع الصوت عاليا: نعم للشرعية الفلسطينية الواحدة، نعم لوحدة الصف الفلسطيني، نعم لدعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نعم لدعم مؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني، نعم لدعم الأونروا كحق لعنوان العودة. المجد لشعبنا الصامد، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الحرية لأسرانا البواسل.